بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مروة ديزاد. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. ووصفتنا نهار اليوم يا البنات وصفة من وصفات الزمن الجميل. اليوم جبت لكم هاد الكعيكعات بالتمر كيما كانوا يديروه من زمان، بدون مكسرات، يجيو يذوبوا في اليد قبل الفم بواحد الطلية بزاف بزاف يا البنات، طرية وتبقى طرية حتى لو كان يبقاو لعدة أيام. ان شاء الله راح نعطي لكم الوصفه بمقادير مضبوطه من العجينه للطليه. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. وهنا يا البنات شوفوا كيفاش راهم يذوبوا يعني في اليد قبل الفم، جاو بالسين وبنان. ما عندي ما نحكي لكم على بنت الزمان. نتمنى فقط الفيديو تاع اليوم يا البنات يحصل على اكبر عدد من اللجام. اي وحده تشوف الفيديو ما تبخلنيش بجام وبارطاج باش يوصل هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات. واللي اول مره يشوفوا قناه مروه ديزاد نقول لكم اخواتي فضلا وليس امرا ما تبخلوش عليا بالاشتراك وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي، لانه القناه فعلا مازالت صغيره تحتاج لدعمكم واشتراككم والجام والبارتاج باش تكبر الا بكم حبيباتي. ونبداو على بركه الله في تحضير هذا الوصفه. اول حاجه بالنسبه للعجينه راح نعطيكم مقدار مضبوط. عندنا تلت كيسان مملوئين فرينه او تلت كيلات فرينه. استعملي المهم الكيله اللي تستعمليها الفرينه هي نفس الكيله اللي تستعملها الليدام. انا حطيت تلت كيسان مملوئين فرينه. الفرينه تاعكم يا البنات لازم تكون مغربله باش تتحصلوا على حلوه ناجحه. هنايا الفرينه تاعي نغربلها هذا الكاس الثاني، ونزيد نضيف الكاس الثالث تلت كيسان مملوئين فرينه. نغربلو الفرينه كيما راكم تشوفوا في الفيديو. راح نعطي لكم كامل الاسرار كامل التفاصيل باش تنجحوا فيهم من اول تجربه. هنايا ضروري نضيفوا قرصه نتاع الملح. اول حاجه نبداو بها يا البنات قرصه نتاع الملح ضروري في مثل هذه الحلويات التقليديه. نخلط دايما كل ما نضيف حاجه نخلط. نزيد نضيف هنايا مغرف كبيره سكر جلاس او سكر ناعم. مغرف كبيره سكر جلاس او سكر ناعم. ونخلط دايما ننخل المكونات الجافه. كذلك السكر نتاعي غربلته باش لانه فيه هذه الحبيبات نتخلص منهم. ونزيد نضيف مغرف صغيره مملوءه فاني. مغرف صغيرة مملوءة فاني باش نكهو العجينة. نخلطوا المكونات الجافة بشكل جيد. ومن بعد يا البنات رايحين نهضروا على الليدام. بالنسبة لليدام يا البنات خدمت الكعيكعات نتاعي بكاس نتاع السمن، كاس مملوء سمن. الكاس اللي عبرت به الفرينه هو نفس الكاس اللي عبرت به السمن. تقدروا يا البنات تخلطوا بين المارغرين والسمن، لكن انا خدمتهم بالسمن فقط باش يجيو بزاف بزاف بلال كيما كانوا يخدموه من زمان. ونبداو نبسوا يا البنات. شوفوا هنايا ما يبان لكمش السمن بزاف لانه في الاخير رايحين يجيو ما شاء الله مبسين ويجيو ما عندي ما نحكي لكم على بنتهم. عطيت لكم مقدار جد مضبوط. شوفوا هنايا نبسس مليح مليح كيما راكم تشوفوا. هذه الخطوه الاولى اللي نبداو بها. شوفوا يعني بعد ما بسستهم راهم مبسين ما شاء الله. بالنسبه للماء والماء الزهر درت كاس غير ربع خليط بين الماء وماء الزهر. وما كملتوش كامل يا البنات لانه الفرينه تختلف. كاينه الفرينه اللي تشرب السوائل وكاينه الفرينه اللي ما تشربش. نتوما ديروا نص كاس خليط بين الماء وماء الزهر وبداو ضيفوا. اذا كملتوه وبقات العجينه نتاعكم تحتاج زيدوا لها. اول حاجه يا البنات كي تبداو ترشوا تبان لكم العجينه نتاعكم مطلوقه ما تخافوش لانه رايحه تزيد تنشف. ومن بعد تزيدوا تحتاج باش تزيدوا ترشوها بالماء وما الزهر. شوفوا اهم حاجه رشوا غير بالعقل وخلطوا ما تعجنوش. حركوا كيما راكم تشوفوا كيما راني نخدم في الفيديو. ونبقى نزيد نضيف حتى نتحصل على القوام المطلوب نتاع العجينه. وهذا هو القوام اللي تحصلت عليه. تاني سر يا البنات العجينه هذه خليوها تريح. انا هنايا قبل ما خدمت خليتها ريحت زوج سوايع لانه على قد ما نخليو العجينه تاعنا تريح ريحه تعطينا طعم في الخدمه ونتحصلوا على كعيكات يجيو بزاف بزاف ناجحين. اول حاجه نعاودوا ثاني حاجه نوليو للتمر. كميه تاع التمر ضفت لها مغرف كبيره نتاع الجلجلان وضفت لها مغرف مملوءه من المارغرين طريه. عجنتهم بشكل جيد حتى تحصلت على هذا القوام. بعد ما ريحت العجينه تاعي يا البنات وزنتها
وزن 30 غرام، وبالنسبه للتمر وزنته وزن 15 غرام. العجينه تاعي وزنتها 15 غرام، عفوا 30 غرام. عطيت لكم مقدار مضبوط 30 غرام، وعجينه التمر وزنتها 15 غرام. وهنايا شوفوا باش نكونوا منظمين في الخدمه، وزنتهم كامل بالميزان. غطيت العجينه تاعي باش ما تنشفش، وخليتها ريحت مليح مليح. اهم حاجه خليوها هي البنات تريح، على قد ما تريح العجينه تاعكم راح تعطي لكم الطوع في الخدمه. هنايا راح نبدا نشكل معكم في الحبه الاولى نتاع الكعكات. شوفوا الطريقه سهله. هنايا كيما راني نخدم، يعني الفيديو راهو يعبر على نفسه اكثر ما نهضر يا البنات. كيما راكم تشوفوا نخدم الشكل مستطيل بالحلال. شوفوا العجينه تاعي راهي يعني كي ريحت راهي عاطيه الطوع في الخدمه، تجيني يعني نتحكم فيها بكل سهوله، ما تتقطع ما تتفتت، لاني عطيت لكم مقدار مضبوط. نخدموا مستطيل بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. العجينه تاعي راهي رقيقه بهذا الشكل، يعني اي وحده مبتدئه لما تتبع هذه الخطوات رايحه تنجح في هذه الحلوه من اول تجربه. التمر نتاعي وزنتها وزن 15 غرام. نحاول نخدم حربوش كيما راكم تشوفوا على سطح العامل. قيس الطول نتاع هذا المستطيل. شوفوا يا البنات نقيس ونشوف، مازال ما وصلش القياس نتاع هذا المستطيل. نزيد نحل هنايا راهو سوا الحربوش نتاعنا نحلوه بالطول على كيس المستطيل نتاع العجينه، ونبدا نلف كيما راكم تشوفوا، ونزيد نحاول نحلها باليد كيما راكم تشوفوا من الوسط باش ما تبقاش، يعني باش تجي الكعكات نتاعي يجيو في نفس السمك. وهنايا راح ندورهم ونغلقهم كيما راكم تشوفوا. وصفة سهلة سريعة بسيطة، يعني لما يعني العجينة تاعكم تكون ناجحة ومريحة، ما رايحينش يعني رايحينش يحكموا اليد، يعني ليه نص ساعة تكونوا وجدتوهم. نزيد نعاود نخدم حبة تانية معكم باش تفهمون. نحل العجينة تاعي على شكل مستطيل. الحربوش نتاع التمر نحلو كذلك بالطول على قيس المستطيل نتاع العجينة كيما راكم تشوفوا. ما كانش ما اسهل. نحل ونشوف اذا وصل للطول نتاع المستطيل. هنايا راهو قيس يعني في الطول راهو مع المستطيل نتاع العجين كيما راكم تشوفوا، ونلف بهذه الطريقه. والفيديو راهو يعبر على نفسه، يعني اي وحده تشوف الفيديو يعني بلا هضره بلا كلام رايحه تفهم وتطبق وتنجح اكيد. وهنايا نغلق. اهم حاجه اغلقوا مليح يا البنات، الجهه اللي مفتوحه هي اللي تحطوها من التحت ماشي من الفوق. شوفوا البنات الطريقه، ويجيو بنفس الحجم نفس الدوائر. نكمل كامل الكميه اللي عندي كيما راكم تشوفوا. نحطهم في السنيوه، نشعل الفرن تاعي على 180 درجه. اهم حاجه يا البنات كتدبيره فقط، زيدوا خليوهم يريحوا واحد الساعه قبل ما طيبوهم باش تنجحوا فيهم، ودخلتهم يطيبوا على 180 درجه. اهم حاجه يا البنات كي تشوفهم بداو يحمروا من التحت، زيد شعلت لهم من الفوق وراكبوهم. اهم حاجه لو كان تخليوهم يطيبوا في طيابهم ويحمروا مليح من التحت، التمر نتاعكم رايحه تيبس وما تجيكمش طريه. يعني مجرد ما يبداو يصفروا من التحت طفيوا عليهم وشعلوا لهم من الفوق، يديو تحميره خفيفه. في الوقت اللي راهم الكعكات نتاعي يطيبوا نحضروا الكلاصاج كيما شفتوا. عندي فنجان نتاع القهوه ناقص اسبوع زيت، فنجان قهوه ناقص اسبوع حليب، فنجان قهوه ناقص اسبوع ما الزهر. هذه هي الطليه اللي نعتمدها منذ سنين وتنجح 100%. يعني واحد الطليه تجي طريه وبنينه وتبقى طريه حتى لو كان يعني يبقاو يباتوا لعده ايام. وفي هذا الوقت يا البنات نجيب السكر كلاص نتاعي. واهم حاجه انه السكر لازم يكون مغربل، ما تحطوش السكر يعني من العلبه مباشره، لانه يجيو في هذه الحبيبات. نبقى نضيف في السكر كلاص غير بالعقل، نغربل ونخلط بالمغرفه او بالفوي حتى نتحصل على الكلاصاج اللي يكون عاقد. نعاود يا البنات، جبت فنجان نتاع القهوه، حطيت فنجان قهوه ناقص اسبوع حليب، فنجان ناقص اسبوع تاع ما الزهر، وفنجان ناقص اسبوع زيت، نفس المقدار. هنايا شوفوا راهو بدا يتكاتف ولكن مازال مخصوص في السكر. كذلك يا البنات هاد الطليه او هاد الكيله نتاع الطليه اللي عطيت لكم جات سوا مع الكميه نتاع الكعيكات اللي حضرت. انا هنايا يا البنات خرجت 21 حبه من الكعيكات، والطليه جات يعني قيسهم، يعني ما خسرت حتى حاجه. عطيت لكم مقدار مضبوط حتى الطليه، هذه الطليه تكفيكم ال 21 حبه من الكعيكات.
اخر لمسه يا البنات كيما شفتوا خدمت قطرات من الليمون. هذا الليمون هو اللي راح يعطيه هذا البريك للكلاصاج نتاعي ويزيد له في البنه كذلك. اهم حاجه قبل ما تكلاصيو او تطليو الكعكات نتاعكم لازم يكونوا باردين 100%. خليهم يبردوا مليح مليح. نجيب هذا المشبك نحطه في الصحن، هذه افضل طريقه باش نطليو الحلويات نتاعنا. نحطهم فوق هذا المشبك، والمشبك نتاعي فوق صحن باش الطليه اللي رايحه تنزل تكون نقيه ونظيفه في هذا الصحن هي اللي راح نردها لهذا الصحن الكبير، ونكمل نطلي بها كامل الكعكات اللي عندي. نتمنى يعني نكون يعني وفيت في الشرح لهذا الوصفه يا البنات كما راكم تشوفوا. اهم حاجه الكعكات نتاعنا لازم يكونوا باردين 100%. وبالنسبه للطليه كذلك يا البنات كيفاش تعرفوا انها مناسبه؟ جربوا على الحبه الاولى. اذا كان لقيتوا الطليه نتاعكم راهي كثيفه وجاتكم سواسوه كملوا. واذا لقيتوا الطليه نتاعكم سايله ونزلت والعجينه بانت نتاع الكعكات زيدوا ضيفوا السكر لانها مازالت ما وصلتش للقوام المطلوب. هذا هو سر الطليه الناجحه. وشوفوا البنات هذه الطريقه المفضله عندي باش نطلي الكعكات نتاعي. نفرغ بلا مغرفه عليهم ومن بعد نخبط هذا المشبك كما راكم تشوفوا باش يجيو يعني تجي الطليه نتاعي متحوفه ومتكونه. ومن بعد يا البنات شوفوا هنايا كيفاش جاو ما شاء الله راهم يعني يبركوا. هنايا جبت السنيوه فرشتها بورق الطهي وبديت نحي الكعكات نتاعي اللي طليتهم بهذه الطريقه. اهم حاجه شوفوا الزياده اللي فيهم كامل راهي نزلت في هذا الصحن لانه هذا الطليه ريحه هي اللي نزيد نعاود نردها لهذا الصحن. وهنايا ما حبيتش نقطع الفيديو باش هكذا المبتدئات والبنات اللي حابين يتعلموا يعرفوا يعني ما نخسروا حتى حاجه. نعاود نرد الطليه نتاعي لهذا الصحن كما راكم تشوفوا ونكمل بنفس الطريقه. وهذه الطليه يا البنات المقدار تاع الطليه راح يجيكم سواسوه مع 21 حبه نتاع الكعكات اللي خرجت اليوم. 3 كيسان فرينه خرجوا لي 21 حبه من الكعكات يعني جاو ما شاء الله. نكمل دائما بنفس الطريقه هكذا باش تفهموا مليح. نزيد نطلي يا البنات بنفس الطريقه نحط 2 حبات 3 على المشبك ديالي ونخدم غير بالعقل حتى نكملهم كامل. بالنسبه للتزيين يا البنات انا ما نحبش المواد يعني اللي تضرنا. زينتهم بهذه الطريقه. عندي هذا الزهور شريتهم. بالنسبه انا ما نحبش نحط الملمع الغذائي رغم انهم يكونوا ملمع غذائي، لكن اي حاجه تضرنا في صحتنا نحاولوا نتجنبوها ونخليو الحلويات نتاعنا كما كانوا زمان. زينتهم بهذه الطريقه نخليهم ينشفوا مليح مليح. بعد ما ينشفوا نعاود نشوفهم من تحت الزوائد اللي فيهم نحيهم. وهذا هو شكلهم النهائي. جا واحد الكعكات يذوبوا في اليوم في الفم. 21 من ريحه الزمان يا البنات. شوفوا النتيجه اللي عطاتها لي. نتمنى يوصل لاكبر عدد من اللايكات.